وانقسم الخبراء في مصر، الفايدة هتزيد ولا هتقل؟ حسب استطلاع عملته CNBC عربية عن اجتماع المركزي الخميس اللي جاي. الخبراء انقسموا نصين، 58% قالوا هينخفض من 1 ل 2%، و42% قالوا لا ده هيثبت. طب ليه بقى الانقسام ده حاصل؟ في الغالب ما بيبقاش فيه تباين كبير قوي كده، يبقى بالتبعية في حاجة في السوق الناس مش قادرة تقدرها. تعال نبص على الناس اللي بتتكلم في خفض الفايدة. مبدئيا كده خفض الفايدة دي حاجة كويسة للصناعة، لان لما الفايدة بتقل تكلفة الدين بتقل، وده جزء اصيل في الكوست او في تكلفة المنتج. تعال نشوف الخبراء اللي بيقولوا لازم الفايدة تقل من 1 ل 2% مين دول اصلا. الرئيس التنفيذي لشركة زيلا كابيتال وائل زيادة، الاستشاري الاقتصادي في ايبس علي متولي، الرئيس التنفيذي لأزيموت مصر احمد ابو السعد. دول اللي توقعوا ان الخميس اللي جاي الفائده هتقل من 1 ل 2%. ايه الاسباب؟ قال لك ما هو التضخم بيقل، يعني معدل التضخم الاساسي وصل 10.7% في اغسطس اللي فات، مقارنه ب 11.6% في يوليو اللي قبله، ده حسب البنك المركزي. فما دام التضخم بيقل يبقى في فرصه ان انا اعمل تيسير نقدي، لان لما هعمل تيسير نقدي التضخم هيزيد شويه، فما دام هو واخد اتجاه هبوط يبقى انا اقدر ابتدي اخفف الفايده. وحاجه كمان، قال لك الفيدرالي الامريكي اصلا واخد اتجاه انخفاض الفايده، يبقى بالتبعيه مفيش خوف ان انا لما اخفض الفايده ان المال الساخن او الهوت ماني يسيب البلد. ما هو هيسيب البلد يروح فين؟ ما هو الاتجاه انخفاض عند الجميع. كلام محترم. طب بالنسبه للي بيقولوا ان هيحصل تثبيت في الفايده، اللي هم 42% من اللي شملهم الاستطلاع، مين دول؟ محلله الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار HC يبقى منير، العضو المنتدب لشركه كايرو كابيتال سيكيورتيز طارق اباظه، والخبير المصرفي محمد عبد العالي. حضراتكم معترضين على ايه في الكلام اللي قالوه الساده الافاضل في الاول؟ قال لك احنا مش معترضين على حاجه، الكلام ده مظبوط، ولكن في حاجات تانية انتوا مش واخدينها في الحسبان. قال لك رئيس الوزراء قال ان هيرفع اسعار الوقود ومنها السولر في شهر اكتوبر، واظن بقى خلاص احنا بقينا عارفين وفاهمين لما الوقود بيرتفع وخصوصا السولر كل حاجه تاني بترتفع سعرها، فبيحصل عمليه تضخم. فلو حاصل تضخم وانت رحت قللت الفايده عملت تيسير نقدي، فكده هيبقى تاثير التضخم مضاعف. يبقى بالتبعيه المفروض ان هم يثبتوا الفايده على اساس ان هم يقللوها في الاجتماع اللي بعد. على الرغم من ان انا واحد من اهم مناصرين خفض الفايده لانقاذ الصناعه المصريه، اللي ان بصراحه الناس دي عندها حق. ما هو في رفعه الوقود اللي فاتت ما حصلش ارتفاع في الاسعار، لان الشركات زي ما شرحنا في ريل قبل كده وقتها قرروا ان هم يمتصوا الزياده في تكلفه الوقود، عشان خافوا ان المنتجات بتاعتهم سعرها يعلى على المستهلك، فالمستهلك يبتدي يقلل من الكميات اللي بيشتريها. وبعد كده ابتدينا نلاقي شركات مؤخرا ابتدت ترفع اسعارها معلنه انها مش قادره تكمل في الاسعار الحاليه. عشان كده انا شايف ان الافضل ان يحصل تثبيت الخميس اللي جاي، وبعد كده نقلل 1 أو 2% في اللي بعد. خلونا نشوف ايه اللي هيحصل في اخر الاسبوع، وربنا يوفق للاصلح.